نورتينا في قعدة ماركتينج. اهلا بيك يا رندا، انا كمان مبسوطه ان انا معاك. انا اللي مبسوطه فعلا ان معايا حد متخصص جدا في الميديا باينج. المشكله اللي بتواجه شركات كتير. الاول لازم اعرف الناس عليكي. ندى كمال انستراكتور في الاي تي اي، ليها اكتر من 4 سنين، وفي نفس الوقت ديجيتال ماركتينج اكتر من 7 سنين في المجال. في نفس الوقت سينيور ميديا باينج. اهلا بيك يا رندا، انا مبسوطه جدا معاك. أنا النهارده هاسألِك سؤال بيحيّر أصحاب business كتير. لمّا أدفع فلوس في حملات إعلانية بتوصل للألوفات وما بتحققش نتايج، هل دي مشكلة الplatform نفسها والّا مشكلة الmedia buyer اللي ماسك التمويلات، والّا المشكلة فين بالضبط؟ بصي يا رندا، هو احنا في المجال عندنا اكتر من حاجه. احنا عندنا ممكن يبقى فعلا انت مختار البلاتفورم غلط، ممكن يبقى اصلا المنتج نفسه او المنتج نفسه اللي انت بتسوق له او الخدمه اللي انت بتسوق لها مش مظبوطين. يعني ايه مش مظبوطين؟ يعني منتج مثلا تسليماته مش كويسه، سمعه العميل، مثلا لو بتسوقي الدكتور سمعه مش الدكتور متسعّر سيئه. كويس. بالضبط. وممكن كمان يبقى أصلًا الcontent أو الcreatives اللي بنستخدمها برضه مش مضبوطة. فعندنا أكتر من حاجة. إحنا ما ينفعش نقول إن في حاجة واحدة هي اللي بتأثّر على نتايج الإعلانات. إحنا لازم نtrack أو نتتبع كل الحاجات دي عشان نعرف إيه اللي عندنا فيه مشكلة ونصلّحه، فالفلوس اللي إحنا بندفعها في الإعلانات تجيب لنا نتيجة بعد كده. يعني بمعنى قصدِك إن مثلًا الmedia buying مش هي أداة بيع؟ لأ، هي مش لوحدها. بُصّي، هو في ناس بتروح تcreate عادي add account خلاص في أي منصة أيًا كانت هي إيه، بيبقى عندهم منتج وبيحطّوا المنتج وبيبيعوه وبيتباع فعلًا، من غير strategy، من غير branding، من غير أي حاجة يعني فيها digital marketing عمومًا، تمام؟ ده اهم. بيحصل. إمم. بس هم بيبيعوا المنتج ويخلّصوه وخلاص كده، ما حدش عارف هم مين، ما حدش هيفتكرهم. ما فيش آآ ثقة مبنية. بالضبط، يعني خلاص كده. لكن دايمًا الطريقة الصح إن إحنا يبقى عندنا brand، الناس تبقى عارفة نعمل إحنا مين. awareness، نعمل strategy كاملة للmarketing. نمشي الخطوات الطبيعية awareness engagement، بعد كده نسيل، ونعمل الإعلانات بتاعتنا بالشكل المنطقي اللي هو ده المفروض اللي يبقى ماشي أصلًا. طيب طبعًا إحنا في سوهاج وعلى مستوى يعني مصر يعني، في حد بييجي يدخل لِك كده بما إنِّك أنتِ حد digital marketing، خدي ال100 جنيه دي يعني واعملي لي إعلان. أو خدي لأ تلاقيكِ متضايقة من الكلمة يقول لِك طب خلّيهم 300، كإنه إيه بيشتري كده كيلو طماطم. أنا تمام؟ فاهماكِ، هو ده فعلًا بيحصل. بس أقول لِك على حاجة، هو مش بيحصل بس في سوهاج، هو إمم. بيحصل في مصر كلّها وبرّه مصر وفي كل حتّة. حتى لو العميل أوكي. من يعني في أمريكا، هو ده إمم. بيحصل. عميل بيبقى شايف إن هو عايز يدفع أقل budget ممكن يدفعها في الإعلانات، أها. علشان هو فاكر إن هو بمجرد الإعلانات دي اللي هي العصا السحرية. أنا بمجرد ما اديت فلوس للمنصة، المنصة هتبعت لي بقى ناس كتير تشتري وناس كتير تعرفني وأبقى موجود طول الوقت. بس هو ده مش حقيقي. بس برضه هو technical، إحنا نقدر عادي نشغّل إعلان في اليوم، مثلًا لو على ميتا في اليوم ب100 جنيه، تمام. اهم. بس أنا عاوز إيه منّه الإعلان، أو إيه الهدف اللي أنا مستنيه من الإعلان. الإعلان مثلًا أنا دلوقتي عاوزة أبيع والمنتج بتاعي سعره عالي. يعني مثلًا لو بنبيع عقارات، بنبيع أثاث، بنبيع أي منتج أصلًا الcost بتاعته عالية، مستحيل أعمل إعلان الbudget بتاعته رخيصة، فبناء واستنى عليه منه نتايج بالضبط، عالية. يعني مش منطقي. اهم. إحنا ممكن عشان العُملا دول كتير برضه، ممكن نعمل لهم إحنا الawareness. يعني إحنا أنت يعني كdigital marketeer أو كmedia buyer، بنقعد إحنا نكلمهم ونفهمهم ونوريهم. نعمل لهم وعي هم أو نحسّن الثقافة دي. بالضبط، ونورّيهم إن أنت لو دفعت كذا هييجي لك كذا. وكل طبعًا ما بندفع فلوس أكتر، يعني إحنا مثلًا لو دفعنا في أول شهر 1000 جنيه، غير لمّا أول شهر ده كتير جدًا، لا، لأ، ده قليل جدًا، دي budget قليل جدًا، لا، لأ، مش هتنفع. يعني لو دفعنا في أول campaign أول 5 أيام مثلًا 1000 جنيه، بعد كده أزيد، بعد كده أزيد، لحد ما نوصل إن العميل يوصل لمرحلة أو صاحب الشركة يقول لك تمام، خُد الbudget اللي أنت عاوزها وهات لي المبيعات اللي أنا عاوزها. تمام. ودي بتيجي فعلًا عادي، بس بعد إيه ما صاحب الشركة يبني بيبقى trust معاك. بالضبط، بالضبط. تمام، حلو جدًا. دلوقتي خلّيني أنا أسألِك سؤال مهم. آه. بما إنِّك أنتِ media buyer، إمم. تمام. في ناس كتير مش فاهمة شُغلانة الشخص ده إيه، أو sorry في الكلمة، هو ساعات بيستهتر ما فيش وظيفة كده. تمام. بالنسبة له الmedia buyer ده واحد خُد فلوس، شغّل إعلان، فأنت خلّصت كده تمام شُغلانتك، ومع السلامة وما تورينيش وشّك.
تمام. هو يعني شغلانة الميديا باير يعني مع المجال إنها كله شغلانة مهمة جدًا بالنسبة لشركات الdigital marketing، ومش بس الdigital marketing، ده يعني هو يعني عصب مهم للشركات كلها. ده حقيقي، ده حقيقي. هي فكرة بس إن هو العميل بيبقى يا عيني شايف إيه، إن في حد بياخد منه الفلوس يبقى هو السبب. يعني مع إن عادي يعني إحنا بندفع فلوس، يعني مثلًا من أكتر الحاجات المنتشرة هنا وفي كل حتة اليوفط بتاعة الشارع. الcampaigns الoffline عمومًا بيتصرف فيها budgets كتيرة جدًا، مع إن إحنا لو عملنا balance بين الonline والoffline الأونلاين ما الموضوع بياخدش حاجة، بالضبط، والموضوع هيبقى تمام، الاتنين ماشيين وبيعمل مع له بعض. specific marketing أحسن من وبنوصل الأوفلاين. للtarget audience اللي إحنا عاوزينه، وبنقدر نتراك الناس، وبنقدر نعرف هم مين وسنهم إيه ومين المهتمين وإيه وبنعمل analysis عليهم. بالضبط، وإيه رأيهم، وهم هل عجبهم الإعلان أصلًا والّا لأ. بالضبط. فكل دي حاجات إحنا الmedia buyer بيعملها. بُصّي، إحنا نرجع للسؤال بس بتاعنا، إمم. هو الmedia buyer بيعمل إيه؟ بُصّي، هو إحنا على حسب الشركة، في شركات بتبقى الmedia buyer بالنسبة لها هو شخص بيحط الmedia plan، بيحط خطة للإعلانات عمومًا، إيه المنصات اللي هنشتغل عليها، الbudget اللي هتصرف، الtarget audience، الstart والend date، وكمان الKPIs بتاعتنا وكل التفاصيل دي، دي مش تمام؟ شغلانة المفروض الmarketing strategist؟ لو شركة فيها marketing manager أو marketing strategist بيحط الstrategy إمم. أوكي، بس لو هي ما فيهاش فبيبقى لأ، الmedia buyer بيعمل كده، لإن هو عايش يعني جوّه المنصة بالضبط، فعارف يعني هو هو إيه المسؤول الinsights. آه. هو المسؤول إن هو يقول إحنا هنشتغل ميتا والّا هنشتغل جوجل والّا هنشتغل تيك توك والّا هنشتغل إيه بالضبط. اهم. فهو يعني هو مبدئيًا هو ما ينفعش خالص ييجي يمشي ورا فكرة إن يالّا بينا نشتغل ميتا وخلاص. طب إمم. ما ممكن يبقوا أصلًا الaudience بتوعنا مش في ميتا، مش موجودين. فهو بيبقى بيعمل الmarket research بتاعه والstrategy. والstrategy بتاع الخاصة بس بالإعلانات، إمم. تمام، وبعد كده بيبدأ يعمل لها implementation بينفذها تمام في المنصات، وبعد كده بيطلع لنا report. اهم. الreport ده بنبدأ أنا كbusiness owner مثلًا بابدأ أشوف هل حققت النتايج والّا لأ؟ الobjectives اللي كنا حاطينها حققناها والّا لأ، وهل قريبة والّا لأ، وإيه المشاكل، وإيه الحاجات اللي إحنا هن هن هنعدل فيها، بالضبط. وهنعمل retargeting إزاي للناس اللي أصلًا already دخلت. يعني لو إحنا اشتغلنا مثلًا شهر فalready في ناس دخلت عندنا، يعني ناس دخلت وعملت شافت الpost أو عملت engagement أو عملت أي react أو أي حاجة للplatform بتاعتي، أيوه. فإحنا بنعرف نعمل لها تاني retargeting، فهو هيبقى مسؤول عن ده. طب أنت هتعمل ده إزاي؟ اهم. كل دي حاجات من مسؤولية الmedia buyer. طيب خلّيني بقى أتكلّم بصوت صاحب الbusiness. حلو تمام؟ أوي، تمام، يعني مش هاقف معاكِ، هاقف مع صاحب الbusiness. تمام. دلوقتي أنا أعرف الmedia buyer اللي أنا مشغّلاه معايا، هل هو qualified إزاي عشان أدّي له ميزانية؟ أنا مش هاتكلّم في ميزانية زي ما بيتكلّم ناس بالبادجت اللي هي 1000 جنيه وال2000 والكلام ده، أوكي. إحنا ممكن الميزانيات بتبقى عالية جدًا، وما دام هنتارجت في أكتر من منصة، فلازم يكون عنده الثقة في الmedia buyer إن هو مؤهَّل إنه يدير له الموضوع ده. إزاي أعرف الموضوع ده؟ بُصّي هاقول لِك على حاجة، هو من أكتر الحاجات اللي في المجال بتاعنا إن media buyer بيروح يقول للعميل أنا هاجيب لك مبيعات ب100,000 ب200,000 ب50,000 إمم. ب2 جنيه بأي حاجة، تمام. دي أكتر حاجة بتقول إن دي حاجة غلط، إن إمم. في حاجة غلط. ليه؟ هو دلوقتي شغال في شركة، تمام، الشركة دي مثلًا هو أول مرّة مثلًا يشتغل في الindustry دي أو حتى تاني مرّة أو تالت مرّة، كل عميل بيبقى له specific target. بالضبط، الtarget المختلف بتاعه، الcreatives بتاعته المختلفة، هو أصلًا هل هو جديد في السوق والّا هو أصلًا already من الناس الtop في الmarket بتاعنا. اهم. ففكرة إن أنا آجي من برّه كده وأقول أنا هاجيب ب100,000 مبيعات أو ب200,000 أو بأي بدون رقم، دراسة ده دي مش منطقي. آه. إحنا دايمًا العُرف يعني بيقول إن إحنا بنعمل testing، تبقى في budget الtesting والعميل بيبقى عارف ده، إن إحنا testing وbased on الtesting budget دي بنطلّع result، وبعد ما بنطلّع result بنبدأ نقول بُص أنا دلوقتي خدت ال50,000 بتاعتك وجِبنا نتايج، جِبنا 1، 2، 3، العميل الواحد كلّفني 100 جنيه، أنت عاوز 10 عُملا يبقى ب1000 جنيه. اهم. بعد كده يعني ده أول شهر، بعد كده خلاص الدنيا بتبقى واضحة جدًا. إمم. طبعًا ده يا جماعة بيبقى في إن إحنا بنسوّق لمنتج. إمم. في خدمات ممكن مراحل، يعني ممكن الstages بتاعتها بتبقى أطول، والbuyer journey
تبقى أطول، بالضبط. فإحنا ممكن نقعد نستنى 3 شهور عقبال ما نعرف الcost per client، يعني الclient الواحد ده تكلفته قد إيه، فبيبقى طبعًا بتبقى مختلفة، يعني برضه عشان ما يجيش العميل يقول لِك إيه ده أنا قعدت شهر معاه واديت له الbudget ما وما هو جابليش ما حاجة، هو لأ إحنا بتبقى عندنا مختلفة. مشكلة إن العميل ما عندوش صبر في الكلام ده كله، يعني إحنا لمّا بنيجي نتكلم هل الثقافة دي منتشرة والّا لأ؟ والله هي مش منتشرة، يعني الصراحة هي مش منتشرة وبرضه في صعوبات كتير بتبقى على الmedia buyer نفسه إن هو يقعد يقنع ويتكلم ويبني الtrust واحدة، واحدة، بس إحنا طول الوقت بنحاول يعني إحنا طول الوقت بنعمل awareness فعلًا للعميل وبنقول له، بس هي الفكرة أنا كعميل المفروض أبقى عارف أنا بابيع إيه، يعني بالضبط. أنا مش معقول أبقى بابيع مثلًا عقار ب5 10.000.000 وأبقى عاوزه يتباع بعد ما الإعلان يشتغل بربع ساعة، ده مش منطقي، ده مش منطقي ومش هيحصل أنا عاوزة الاتنين. أقول لِك إن أنا اتعرض عليَّ قبل كده 2000 جنيه لمدة شهر عشان أسوّق لحاجة ب10.000.000. يعني حلو جدًا، حلو جدًا، عظيم. طيب إحنا دلوقتي يعني كان كلامنا موجه لأصحاب الbusiness تمام، والشركات، وحتى شركات الdigital marketing نفسها اللي بتواجه المشكلة دي. آه، دلوقتي الفيديو الجديد اللي إحنا هنعمله هنتكلم مع الطالب أو الشخص اللي عاوز يتخصص في الmedia buying أوكي. تمام، هنقول له إيه؟ حلو أوي الموضوع ده وفي ناس كتير بتسأل عنه، بس هو الصراحة موضوع كبير، فخلّينا نتكلم عنه الفيديو الجاي إن شاء الله.